ازيكم عاملين ايه؟ لو مستعجلة وفي نفس الوقت عاوزة تعملي أكلة لذيذة وسريعة، تعالي نعمل مع بعض الأكلة دي. فيها كل حاجة، الخضار، الفراخ، الرز، وطالعة لذيذة قوي. وأهم حاجة كمان إن احنا ما استخدمناش إلا طاسة واحدة في الأكلة دي. أولا الفراخ اللي استخدمتها نص كيلو صدور فراخ، تكون الصدور سليمة أو متقطعة كده مش مشكلة. أنا حطيتهم بقى فوق بعض بالشكل ده وقطعتهم تقطيع الشاورما زي ما تكوني هتعملي شاورما. طبعًا الفراخ تغسليها كويس أوي بالدقيق والملح قبل ما تستخدميها. في طاسة بقى على النار حطيت الزيت والزبدة، وبعدين بصلة وسط مفرومة ناعم. مش هاقول بصلة كبيرة لإن بتزعلوا مني بتقولي البصل غالي، ما تقوليش بصلة كبيرة، فاستخدمت بصلة وسط، ومعاها 3 فصاص توم مفرومين. نقلبهم بقى كده مش هياخدوا لون، بس يدبلوا والريحة بتاعتهم تظهر كده هنبدأ نضيف الفراخ. الفراخ بقى هاحطها وهاقلّبها برضه مع البصل لحد ما لونها يتغيّر. لمّا تبقى يبقى اللون بتاعها أبيض كده مبيض كده، هنبدأ نضيف الإضافة اللي بعد كده. قلّبت بقى كويس أهو، وكده اللون كويس أوي. هاضيف الفلفل الألوان، أنا حطيت بس أحمر وأخضر، نُص فلفلاية حمرا وفلفلاية خضرا رومي، ولو عندِك لون واحد مش مشكلة. ضِفت بعد كده البسلة والجزر، كوباية من البسلة والجزر ومش مسلوقة، هي متفرزنة. قلّبتها بقى كويس كده وبعدين هنتبِّل، معلقة صغيّرة ملح، ومعلقة صغيّرة كاري، ونُص معلقة صغيّرة فلفل أسود. بس دي كل التوابل بتاعتنا. لو تحبّي تبقى spicy حُطّي لها حبّة شطة صغيّرين. قلّبت بقى كده في التتبيلة شوية، وبعدين ضِفت لها المَيّة السخنة. أنا مش عايزة الفراخ تستوي أوي، أنا عايزاها بس إيه، رُبع سِوَى كده مش نُص سِوَى، رُبع سِوَى. فهنحُط لها حبّة مَيّة، والمَيّة تكون طبعًا سخنة. لو تحبّي تحطّي مرقة أو مرقة مكعبات ما فيش مشكلة. أنا حطّيت المَيّة، ولمّا غليت بقى كده هدّيت النار عليها شوية وغطّيتها تاني. بعد كده الرز اللي هاستخدمه نُص كيلو رز مصري بتاعنا العادي، غسلته وصفيته، وبعدين هتحطيه على الوش بالشكل ده وتساويه كده، وتدّي له التتبيلة بقى بتاعته، حبّة بس رشة ملح ورشة كاري بالشكل ده، رشة بسيطة خالص. وبعدين هندّي له برضه حبّة مَيّة سخنة، هنغطّي الرز كده كإنِّك بتعملي رز عادي. هنغطّي الرز كده بالمَيّة السخنة، وغطّي بقى عليه وسيبيه. لمّا بقى يغلي كده هنهدّي النار لحد ما إيه، ما يتشرّب بقى المَيّة بتاعته كُلّه زي كده. هنهدّي بقى النار خالص ونسيبه 5 دقايق كمان بالشكل ده. شايفة بقى طالع مفلفل إزاي مع إن إحنا ما حمّرناهوش، ولذيذ جدًا ولونه حلو كده. كده خلاص استوى، هانزّله بقى، وطبق تقديم كده هتحطّيه وتقلبي الأكلة فيه. أحلى حاجة زي ما باقول لِك إن إحنا استخدمنا طاسة واحدة. زيّنت بقى بالبقدونس كده، مع إن هو مش محتاج وألوانه جميلة، وبألف هنا. ولو عجبتِك أكلتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.